عندك الخطوة رقم 4. طيب دلوقتي شغالين في النموذج بتاع الريسك اسسمنت. خطوة رقم 4 قلنا بتسجل النتائج بتاعة الريسك اسسمنت، فده الفورمة بتاعة الأرش. عاوزين نعرف الفورمة دي بتتملى ازاي. الرسمة اللي موجودة دي عندكم رسمة الريسك اسسمنت فورم. أول حتة هنا الاسم ايه، تمام. اسمك حضرتك ايه، التاريخ بتكتبه، تبدأ من يوم اللي بتعمل فيه الريسك اسسمنت. بعد كده عندك الوقت، حلو. عندي ايه، عندي الوقت. وبعد كده منطقة العمل، حتة اللي انت عملت فيها الريسك اسسمنت، حتة اللي عملت فيها ايه الريسك اسسمنت. ايه الشغلانة اللي انت عملتها لك الريسك اسسمنت. مثلا عملت على سقالات، ابقى عمل على سقالات، عملت عملية ايه، رفع، ليفتنج. وايه هو فيها ريسك اسسمنت، ايه هو فيها ريسك اسسمنت، وايه هو الهازارد قصدي، ايه هي الهازارد. نقول مثلا احتمالية انه شغال على سقالة، تمام تمام. ايه هو الهازارد، وات از ذا هازارد. يبقى العمل على السقالة ده، تمام كده. الهازارد انك انت تطلع على ايه، على السقالة. طيب حلو اوي، جميل جدا. طيب تعال نخش في العمود التاني. قالك مين اللي هيتأذى. حلو كده، مين اللي هيتأذى. طيب اللي هما ايه، العمال اللي على السقالة. العمود التالت، ازاي الناس دي هتتأذى. ممكن السقوط، نتيجة السقوط يحصل إصابة أو وفاة. وارد تقع من الشخص اللي على السقالة دي حاجة تقع على الناس اللي تحت. ايه هي بقى وسائل الحماية، تمام، اللي موجودة فعلا. مثلا ممكن نقول مثلا حزام الأمان. طب حزام الأمان بس، مفيش ترابزين، تمام. هو حزام الأمان. نيجي بقى السقوط ده احتماليته هيبقى كام، 3. من 1 لغاية 5. فاحنا حطينا 3 على حسب الحالة. السقالة مثلا 3. لو واحد وقع على حسب الايه، على حسب ارتفاع السقالة. طيب شدة الضرر هنقول مثلا 4. ف3 في 4 تديني 12. 12 دي خطر عالي ولا وسط؟ هو أكيد يا عالي يا وسط، هو وسط. ما ينفعش طبعا الخطر ده كده كله. نعمل ايه بقى، نحط حاجات احتياطية أكتر وزيادة. نركب مثلا هندغل مندغل، تمام. نقعد السقالة بالخشب بالكامل، تمام. تكتب كده تغطية مشاية السقالة بالخشب بالكامل، تبقى 1. حلو. نركب هندريل ومدريل. طيب لو عملنا بالحاجات ديت الاحتمالية ديت هتبقى كام، كانت 3 تبقى ايه، كانت كانت 3، تمام اهو، تبقى 1. طب شدة الضرر كانت 4، هتبقى مثلا 2، تمام تمام. كده خطورة ريسك قلت، تمام، وبقت 2، تمام كده. فالريسك والخطورة قلت، انها كانت 12، انها كانت كام، 12. مين اللي هيتابع الشغلانة ديت، السيفتي، مسؤول السلامة والصحة المهنية. امتى هتتعمل، خلال مثلا اسبوع. ناخد مثال لحاجة تانية. خلينا نشتغل مصروفة 5 في 5. ان مصروفة 3 للمبتدئين، وبنشرح بيه بنفس الطريقة. لكن الريسك المظبوط في مصر والدول العربية، في الدول العربية كلها، هي مصروفة 5 في 5. لكن الريسك المظبوط في مصر والدول العربية كلها هو مصروفة 5 في 5. ناخد مثال تاني، عملية لحام. المخاطر او واحدة من مخاطر عملية اللحام هي ايه، مثلا الحريق، الفاير. مين اللي ممكن يتصاب، الويلدر نفسه الراجل بتاع اللحام. ايه هي المخاطر، مين ممكن يتصاب، اللحام، الراجل بتاع اللحام ده اللي هو فن اللحام. طب مين هيتضرر، مين اللي هيتصاب، اللحام. طب ازاي ممكن يصاب، يحصل له حروق. ايه الحاجات اللي موجودة فعليا، مثلا طفاية.
طفاية حريق. طب ايه احتمالات ان يحصل حريق؟ قيمتها مثلا 3. الراجل مخدش اي احتياطات، المكان مليان بمواد قابلة للاشتعال. طب لو حصل حريق هيدمر المكان كله، يبقى فيه 3 في 4 يبقى كله 12. ده قيمة الريسك. طب نعمل ايه بقى؟ نيجي هنا في التحكم الإضافي، نحط الحاجات اللي اتعلمناها في الأوشا. إبعاد المواد القابلة للاشتعال مسافة ما تقلش عن 11 متر. رقم 2، تغطية المواد اللي مش قادرين نبعدها بمواد غير قابلة للاشتعال. 3، تعيين مواقب للحريق وهكذا. طب احنا لو عملنا الحاجات دي كلها، الاحتمالية كانت 3 هتبقى كام؟ تبقى 2 مثلا. شدة الضوء هتقل هي كمان، هتبقى 2. الراجل اللحام أول ما يحصل حريق وهو معاه مواقب الحريق هيتعامل معاها. يبقى كده درجة الخطورة قلت من 12 ل4. مين الراقب بتاع السيفتي امتى الكلام ده هيتم؟ هيتم في الحال مثلا. امتى الكلام ده هيتم؟ تمام كده. عرفتوا ازاي بيتمنى النموذج؟ مين الراقب؟ السوبرفايزر بتاع السيفتي. النموذج ده تعمله على حريق، تعمله على سقالات، تعمله على لحام، تعمله على كهربا. هنا بتعمل درجة الخطورة من غير أي حماية فتبقى عالية. هنا بتحط بقى الحماية إضافية. يبقى أنا هنا دي، هنا بنعمل درجة الخطورة من غير أي حمايات فتبقى عالية. هنا بنحط بقى ايه حمايات إضافية. لو انت عملت كل الحمايات الإضافية منها الطفاية ومكافحة الحريق، تمام، كل دوت وهكذا، ساعتها الخطر اللي كان عالي هيبقى قليل. احنا عاوزين نوصل الإدارة ان الخطر اللي كان كبير بقى قليل، فهو ده المطلوب يعني.